ازيكم؟ النهارده بقى غدانا ايه؟ الراعي الرسمي لكل بيت مصري. طبعا اكله ما يختلفش عليها اتنين، كبار وصغيرين بيحبوها وبتمشي جنب اي اكل. يلا نقوم بسم الله ونخش نشوف هنعمل ايه. انا عندي اي ماده دهنيه بقى انت بتحبيها، انا شغاله بزبده. انت اشتغلي باي ماده دهنيه انت عاوزاها. انا عندي هنا حبايه بصل كبيره، هسيبها لما تشقر شويه. تمام. وصفه حلوه وبتليق جنب اي اكل وفي كل وقت كلنا بنحبها. بس كده خلاص، هي اهي دبلت شويه. هنزل عليها بايه؟ بمعلقه توم صغيره كده مهروسه، وهسيبها لما اشم ريحتها. يعني انا عايزه بس مش هحمر التوم، مش هحمر حاجه تاني، بس انا بس عايزه ايه؟ تطلع ريحه التوم. بس كده خلاص. عندي بقى هنا ايه؟ ربع كيلو من اللحمه المفرومه، مش كتير يعني، هو ربع كيلو بس. بس ابتدي ان انا اعصجه ويتشوح كويس. وبس كده خلاص. انا طبعا لسه ما حطيتش توابل ولا اي حاجه خالص دلوقتي. عندي بقى معلقتين من صلصه الطماطم، انزل بيهم. انا بحب انزل بيها دلوقتي. بس كده اشوحهم بس شويه ايه مع اللحمه المفرومه دي. عايزاكم بس تنزلوا تكتبوا لي تحت انتوا كنتوا بتحبوا الاكله دي زيي ولا لا. بس اشوحهم بس شويه ثانيه بس كده. خلاص. يا ترى عرفتوا انا هعمل ايه ولا لسه؟ بس عندي بقى هنا كمان ايه؟ لتر ونص من عصير الطماطم. ده لتر ونص من عصير طماطم. متهيألي كلكم كده عرفتوا احنا هنعمل ايه. بس انا بقى هنا احط ايه؟ معلقه سكر صغيره، واسيب. طبعا مش هقلب فيها من بعد ما احط السكر خالص. هحط معلقه صغيره من السكر. بس اهي معلقه صغيره سكر، واسيبها هقلبها اخر تقليبه. ومش هاجي ناحيتها تاني خالص، لان انت لما بتقلبي في الصلصه وهي بتتعمل بتطرطش على البوتاجاز وتبهدلك الدنيا. يلا دي النصيحه وعلى الماشي. بس هاخدها تقليبه وهسيبها بقى ايه لما تتسبك براحتها. عندي بقى الناحيه التانية بقى هنا ايه؟ بسلق مكرونه. طبعا هي المكرونه ايه؟ ميه بتغلي، هنزل عليها بالمكرونه بتاعتي. احط معلقه زيت واحط كمان معلقه صغيره من الملح لغايه ما تستوي معايا. انا بقى من الناس اللي بحب اغسل المكرونه بعد ما تتسلق. مش من الناس بقى ايه تحب تاخد المكرونه كده بالنشا اللي فيها. انا بحب اغسلها وانزل النشا اللي فيها يا جماعه بعد ما بتتسلق. بس كده خلاص. واجي كمان الصلصه بتاعتي اتسبكت كويس، هنزل بقى عليها بايه؟ بالملح وفلفل اسود والبهارات، وطبعا شطه لو انت حباها، مش حباها استبعديها. بس بص، ما طرطشتش وما عملتش حاجه على البوتاجاز عندي. ما قلبتهاش. بص، مجرد ما هنزل فيها بالمعلقه وابتدي ان انا اقلب هتلاقيها تطرطش بقى وايه، وتبتدي ان هي تبهدل الدنيا. بس انا كده خلاص خلصت وهطفي عليها. انا حطيت فلفل اسود، وهنا هي شطه، وحطيت كمان سن الكمون، وحطيت نص معلقه صغيره من البهارات المشكله. بص، ربع كيلو اللحمه المفرومه عمل كميه حلوه جدا. وبس خلاص كده وصفتي خلصت النهارده. يا رب يكون عجبكم. ما تنسيش اللايك بتاعك القمر. سلام.